أنا محمد عثمان. كل عمري صرفت لي ضد الصدام والبعثيين، ولحد الآن أنا مع القانون، مع الدستور، مع النظام. أنا 4 سنوات حضرت نواب عراقي في بغداد، يعني أنا أعرف قانون شنو. أنا خرجت كلية القانون. أنا نصف عمري صرفت مع الحكام، قصدي مع الدائرة القانونية. أنا أفتهم كل شيء، أنا أعرف كل شيء. بس الآن أريد منك كركوك راح يصير يبقى باقة الورد، وبعيد عن التفرقة، بعيد عن المشاجرة، مشاكل. أنا صراحة الأستاذ أرشد والسيد المحافظ قالوا خلي أشكل لجنة السلام، لجنة السلام والوئام والتكاتف والتعاون لأهالي الكركوك. الأستاذ راكان والأستاذ أرشد قال أستاذ محمد عاشي، والله أنت أكبر مني ومنك، يعني قبضوا اثنيناتهم، قال أنت أكبر منا وطنيين والاحترام القوميات. يعني نصف عمري صرف لأوروبا، أنا أعرف حياة شنو. وأستاذ أريد منك الوئام والعلاقة المحبة والوطنية لخدمة المنطقة. منطقتنا بعض المناطق الكركوك حتى فيها داعش. بكرة عندك علم منطقة دبس ومدري إيش، واللي حد الآن ضباط ومدري إيش مصيرهم. يعني احنا مع يعني قوات مكافحة الإرهاب، الاتحاد نفس اليماني وصل كركوك وراح للمنطقة أربيل وسوى مشاجرة ومدري ايش وطرد داعش. يعني لحد الآن الحزب الديمقراطي ما يسوي شيء. هم يعني يحركون بتوجيهات تركيا، والله يحركون بتوجيهات تركيا. نفس الإقليم كردستان وصادات الإقليم كردستان كلهم بين حكومة تركيا. يعني شوية دير بال على وطنيتكم، لا دير بال على اتحاد، لا دير بال على الشعب الكردي، بس شوية دير بال على وطنيتكم. الاتحاد لحد الآن مع الحكومة، مع النظام، يعني عراق الكل، عراق الباقة الود من بصرة إلى الزاخو. احنا مع هذا التوجه. الحزب الديمقراطي المنطقة الحزب الديمقراطي لحد الآن الحكومة التركية معسكرات مسيطرة على حزب الديمقراطي وعلى الحكومة إقليم كردستان. ليش لحد الآن جندي واحد التركي ما موجود في منطقة اتحاد وطني الكردستاني، بالمنطقة السليمانية ومثلا غانيا أو مدري إيش وكركوك؟ ليش الحكومة التركية عنده بالآلاف معسكرات في منطقة مصر أو دهوك أو أربيل أو مناطق الحدودية؟ لماذا حكومة مع حكومة الاتحادية، مع القانون، مع الدستور، مع تعليمات الحكومة الاتحادية؟ والمقابلنا كديمقراطي هم بالعكس، يعني يقولون كركوك محتلة، اتحاد مخونة، الشعب الكردي ما يقبل، المنطقة كلها مدري، يعني بالآلاف الرواية والمدري ايش هم شلون يريدون يعني يسوون هيك. احنا شوي عندنا عتب من الحكومة الاتحادية، يعني لحد الآن الحكومة الاتحادية ما يعرف شنو الفرق بين اتحاد وديمقراطي لحد الآن. واحنا بنشوف، احنا نقول مع الحكومة الاتحادية، هم يقولون احنا ضد الحكومة الاتحادية. لحد الآن يقسمون المناصب بيناتنا كسواسي، مثل شلون يقولون اثنين اخوان، يعني احنا وديمقراطي. هذا خطأ كبير بالنسبة للحكومة الاتحادية. ليش؟ لأنه لحد الآن ديمقراطي يقولون احنا نقول كركوك محتلة واخذ نصف المناصب الحكومة الاتحادية، بغداد يمكنني، او كركوك بغداد يمكنني. وايضا احنا نقول نعم احنا مع الحكومة الاتحادية، مع الدستور، مع قانون. وشوف يعني اتحاد شلون يسلم نفسه لبغداد وبغداد ما يسوي اي شيء لهم. احنا شوي خذلانين قدام شعبنا وشارعنا ومواطننا. ليش؟ لانه الحكومة الاتحادية بعض الاحيان في بغداد ما يستهمون شنو موضوع بيناتنا، يعني بين اتحاد وديمقراطي. وارجو من حضرتك هالمرة بعيون الأخوية، بعيون الأبوية، وبعيون علاج كل المشاكل كركوك، احنا على الخط. وحضرتك ارجو منك يعني تيجي على الخط، ومثلا شلون احنا نقول انت شت وبغداد انا كركوك نفس، يعني بدون مجامله. وان شاء الله راح ازورك، وان شاء الله راح تفضل، واحنا اخدمك، واحنا
مستقبلا 100% مو خطر. يعني انتم ساحه بالبيت في كركوك، وبالنتيجه تشوفوا يعني شارع شيرين، شعب شيرين، اتحاد وطني وحكومه، راكان سعيد السيد المحافظ وباقي المدراء. احنا ايش قد قدمنا بالنسبه لموضوع الكورونا؟ حوالي 6000 عائله الفقراء سواء كان عرب او كرد او ترك، ما نحكي ولا السيد المحافظ. وايضا 150,000 المساعدات للحفاظ والتعقيم للفقراء الكركوك، كل يعني المكونات. هذا الحكومة الاتحادية إذا كركوك محتلة ليش هم يطلبون من حصة المناصب؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، إذا هم يريدون يعني يشتغلون في كركوك ليش ما يرجعون للكركوك؟ يعني المزايدات السياسية إلى متى؟ يعني هذا ممارس، يعني حسب الدستور، حسب القانون، حسب النظام، حسب العرف السياسية أو الاجتماعية. يعني بهذا الكلام احنا ما فيهم، لأنه إذا هم يجون يرجعون لك ويقولون نعم احنا مع الحكومة الاتحادية، نعطي مكافحة الإجرام ونعطي مديرية أخرى. بل إذا هم بالأربيل يصبون بالكيف ويقولون اتحاد خونة والحكومة الاتحادية محتلة وكركوك مدري ايش ومدري ايش، وبالإعلام بالمخصوص الهوداو، ما أعرف بالعربي شو يقولون الهوداو، والقناة الأخرى اسمها 24 كردستان 24، يعني اسم قناة بالكيف هم يضربون اتحاد، يقولون ما دام اتحاد وطني مع البغداد احنا ما نقبل. إذا هم يرجعون للكركوك يحترمون الحكومة الاتحادية، قوانين الحكومة الاتحادية والدستور العراق، احنا بالخطوة مع الحكومة الاتحادية في بغداد. هم يقولون احنا ضد الحكومة، ضد الدستور، ضد القانون، ضد التعليمات، كركوك محتلة، حكومة الاتحادية محتلة في كركوك، وبعدين حكومة الاتحادية في موظف، شلون يصير؟ احنا نقول نعم احنا مع الحكومة الاتحادية، يقول خلي هذا المنصب اتحاد خلي ينزل للحزب الديمقراطي، شلون يصير؟ يعني مثل هذا غدر للحكومة، للوطن، للشعب. والله يعني ما يصير بهذه الطريقة. إذا هم يجون لكركوك يرجعون يقولون نعم للحكومة الاتحادية، احنا حاضرين نصف مناصبنا للحزب الديمقراطي الفلان ومدير الفلان للحزب الديمقراطي. بعدين هم ظهروا يعني حتى ما يقبلوا، حتى يقول الشعب الكردي اتحاد وطني خونه، خلي انتم تطلعوا برا، احنا صاحب الكركوك. يعني شلون بده يصير يجي؟ ترى من كل الاقوام واطياف واديان، لانه عراق بلد القوميات، بلد الاطياف، بلد الاديان. بعد ومثلا اجيب كل الاسماء، مكان الفلان مكان الفلان مدري كله نتفق عليه. يعني انت تترك لي وبس خلي اعبر قائد الشرطه، بعدين اني ادس هاوريكاوا لبغداد، خلي اقول هاوريكاوا انت ممثلنا، بس خلي اشتغل مع سيد الفريق، والسيد الفريق شي قال لازم هاوريكاوا يوصل هاوريكاوا، وبعدين ورا قررت ونصبت هاوريكاوا، بعدين انا اجي لبغداد وعندي ندوه خاصه معك، وان شاء الله بالنتيجه راح تشوف يعني احنا شلون باتجاه لم الشمل العائله العراقيه، سواء كان عربي او كردي او تركماني او مسيحي. لانه منزل يوصيني، وكان اني احد من طلاب سيد منزل يقول اني اريد منك باقه الورد، يعني سياسه العراق يحتاج سياسه باقه الورد، لا اهمش اي قوميه، اي طائفه، اي جماعه، ولكن لازم كلهم يأيدون الحكومة داخل القبل الحكومة الاتحادية. احنا مستعدين لكل الامور، ولكن الاخرين يحكون ضد الحكومة ويقولون كركوك محتلة ويقولون اتحاد وطني الخونة، وبعدين يريدون حصة. يعني ما اعرف هذا معناته شنو. وان شاء الله حتى راح يجي لبغداد، ان شاء الله راح نلتقي بسيد الوزير، يقول سيد الوزير اذا اي واحد مهتم ب الكركوك الاتحادية احنا مستعدين نتعامل مع كل. وحتى اني للعلم يعني استاذ اني خابر باستاذ اشرف الصالحي وحتى استاذ راكان سعيد والعرب الكركوك، احنا قلنا اريد الشكل لجنة للسلام يعني لكل القوميات، واشهد لله أستاذ أرشد والعرب كلهم قال أهلا وسهلا. أستاذ محمد نرحب بهذا الفكرة. يعني أستاذ إلى متى إحنا
ضد العرب وعرب ضد التركمان وتركمان ضد الآخرين، يعني ما يصير بهذا العقلية. أي واحد يريد يشارك بالحكومة أهلا وسهلا تشرفنا. هاوريكاوا أي فقرة أي مثلا أي مكان أي مسؤول يريدون شيء أنت يقوم أنا أتحمل مسؤولية، حتى خلينا نخلص من بعض الأيادل يريدون يخربطون الكركوك. محترم ولكن هو يعني شوية فقير، مثلا ما شلون أقول يعني ما عنده تاريخ الطيب، تاريخ الشجاع، تاريخ المعارضة، تاريخ المدري ايش. شوي يخاف من كل، يخاف من عرب، يخاف من كرد، يخاف من ديمقراطي، يخاف من يخاف من كل. بس هاوريكاوا لا، النوع الآخر. مثلا أنا يقول روح اتفق مع سيد الفريق، رأسا يجي بغداد ويتفق ويرجع رأسا. يعني احنا ما في مازال الآخرين بالكيف يسوون لعب بالكركوك. كركوك لا، كركوك العرب، كركوك التركمان.